ما شاء الله يا جماعه، وهم كرييتيف جدا، وفي النادي الارقى على مستوى مصر مبدعين وعندهم كل الجديد. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه عاجل ورسميا. نادي الزمالك بيخترع نظام للتشجيع، ممكن تشجع، ممكن تتبرع، وممكن تدير كمان لو حابب. ما تيجي تدير؟ تعالوا بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه الثانيه النهارده، حلقه السهره، حلقتين ورا بعض. كنا من شويه عشان اعوض اخواتي عن ان احنا النهارده ما ظهرناش في حلقه الصبح، كان في حلقه على البيج او القناه الكبيره سواء على الفيسبوك او اليوتيوب، وبنكمل معاكم اهم اخبار النهارده على البيج الجديده والقناه الجديده. في البدايه وكان معتاد استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. دعائنا لاخواتنا في فلسطين بنصر قريب يا رب. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه. كل ما تتفاعل كل ما بيوصلك الاشعارات بتاعه الحلقات الجديده. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وقناع جديد النهارده يثير الجدل بشكل كبير. النادي الاهلي خلص تمارين النهارده الحمد لله على خير بدون اي خسائر جديده في الاصابات، استعدادا لماتش شباب بلوزداد يوم 16 الشهر الجاري ان شاء الله. النهارده كان في لقطه مثيره للجدل كده بظهور امام عاشور رغم انه راجع التمرينات بقاله كام يوم بقناع وخوذه غريبه على راسه. طبعا ناس كتيره ابتدت تشوف المنظر ده قالت لك ايه هو في ايه خير؟ امام عاشور اتصاب تاني، اللاعب تعرض لاصابه تانيه وخبطتين في الراس توجع، وايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه وما فيها يا جماعه ان على حسب بروتوكولات الفيفا اللاعب المفروض اللي بيتعرض لارتجاج او اصابه في الراس او عمليه في الراس المفروض كان فوري يتعمل له خوذه مناسبه ليه يبتدي يشارك بيها في التمارين وهو لابسها، تجنبا للتعرض لاي خبطه جديده لا قدر الله يبقى ليها اي مضاعفات خطيره. السؤال هنا الكلام ده كان فين من ايام ما كان اللاعب موجود مع المنتخب وعايزين يخلوه يوقع اقرار ان هو يلعب مع المنتخب؟ يا جماعه انتوا متخيلين الامور الطبيه عندنا وصلت في الجهاز الطبي في المنتخب لغايه فين؟ والغريب ان مع كل التغيرات اللي حصلت في الجهاز الخاص بالمنتخب المصري خلال الفتره اللي جايه، الجهاز الطبي هو الوحيد اللي ما زال موجود من الجهاز القديم. علامه استفهام ومش عارفين ليه بصراحه. لكن في نفس الوقت قبل ما نختم اخبارنا عن الفريق الاول، تعالى اقول لك ان محمد عبد المنعم خلال الساعات اللي فاتت المفروض اتعاقد مع شركه تطوير اداء اسمها بيك، والشركه دي خلينا بس يعني نقول ليها واللي عليها. الشركه في مجموعه كبيره من لعيبه الدوري المصري دخلوا معاها خلال الفتره اللي فاتت، كان في من ضمنهم مروان حمدي، كان في من ضمنهم كريم فؤاد مع النادي الاهلي. لكن سؤال، والسؤال ده مش في التشكيك في محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اي حد يا جماعه على مستوى اي وظيفه بيحاول يطور من نفسه دي حاجه كويسه جدا. لكن هل محمد عبد المنعم رجع للجهاز الفني للنادي الاهلي استشارهم قبل ما ياخد الخطوه دي؟ لان اولا هل الجهاز بتاع النادي الاهلي ناقص مدربين يطوروا من اداء محمد عبد المنعم؟ النقطه الثانيه والاهم، مين اللي هيضمن ان لو الخطوه دي ما اتخذتش بموافقه الجهاز الفني ان ممكن ما يكونش فيه تضارب في الاحمال؟ ولينا في الكلام ده مثال في كريم فؤاد. كريم فؤاد يا جماعه كان متعاقد مع الشركه دي وقت فتره وجود بيتسو موسيماني، واول لما تعاقد معاهم حصلت لكريم فؤاد اصابه غاب بعدها لفتره طويله. بيتسو موسيماني وقتها قرر ان هو يلغي كل الاشتراكات او يوقف كل التعاقدات بتاعه اللعيبه مع شركات خارجيه لتطوير الاداء، لان كان في مشاكل في الاحمال والتنسيق ما بين الشركات وما بين الجهاز الفني للنادي الاهلي. فهرجع واقول مره ثانيه الاستفسار اللي انا بطرحه ده مش اثاره للجدل على قد ما هو لمصلحه عبد المنعم وللنادي الاهلي في لاعب مهم جدا داخل الفريق. انا بعد ما شفت الخطوه دي ناس كتيره جدا طلعت تطبل وتهلل والله وايوه، لكن الناس بتنسى اللي حصل زمان. انا بقى قبل ما نروح لنظام التشجيع الجديد اللي عامله نادي الزمالك ده واول ازمات جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي مع نادي الزمالك، نتوقف برضه مع نادي الزمالك يا جماعه لكن مع صراع ازلي اللي اخترعه جمهور نادي الزمالك وسوشيال ميديا نادي الزمالك عن انه النادي الاكثر شعبيه وجماهيريه داخل مصر وداخل افريقيا وفي المجرات المجاوره. على سبيل المعتاد دايما في نادي الزمالك اي لاعب نادي الزمالك بيتعاقد معاه يطلع يقول لك بس انا تعاقدت مع النادي الاكثر شعبيه والاكثر جماهيريه على مستوى الوطن العربي وفي المجرات كلها يا جماعه. وهو ده اللي قاله ياسر حمد المدافع الفلسطيني اللي هو معاه جنسيه اسبانيه، لكن هنقول فلسطيني اولا باي جنسيه ثانيه، ومش هنعمل زي مقدمين البرامج اللي على الفضائيات اللي كانوا بيقولوا لك وسام ابو علي يا جماعه ده دنماركي وما كبروش الموضوع لا فلسطيني ولا حاجه. ياسر حمد اللي كان مرشح للانضمام للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت وسكاوتنج النادي الاهلي رفضه لان اللاعب المفروض ظهر بمستوى سيء جدا يا جماعه في كاس الامم الاسيويه اللي فاتت لدرجه انه لعب نص الشوط والمدير الفني خرجه بعدها ما بين الشوطين لانه تسبب في هدفين. طلع على قناه نادي الزمالك يقول لك انا تعاقدت مع النادي الاكثر شعبيه وجماهيريه على مستوى الوطن العربي ومستوى افريقيا. فردا وانتوا عارفين يعني يا جماعه انا بحب اتكلم دايما بالارقام، ما بردش استرسال كلام كده وخلاص او كلام خايب. ردا على ياسر حمد وموضوع دايما الشعبيه والجماهيريه، تعال اقول لك ان بنفس المنطق هنقارن اثنين لعيبه من نفس الجنسيه بينضموا، واحد للنادي الاهلي وواحد لنادي الزمالك، واللي كانت
كدبني في الارقام دي يا جماعه يا ريت يرد عليا زي ما هعرض دلوقتي بالصور. ياسر حمد دلوقتي تم تقديمه مع نادي الزمالك بقاله قد ايه؟ بقاله 4 ايام. الريل اللي نادي الزمالك نزلها، وخلي بالك نادي الزمالك نزل ريل ما نزلش فيديو، ليه؟ عشان الريل انتشارها اوسع على السوشيال ميديا، فما رضيوش ينزلوا فيديو الا الفيديو طبعا يا جماعه يبقى الرقم بتاعه فضيحه. الريل بتاعت ياسر حمد لغايه دلوقتي عامله 1,400,000 مشاهده، ما بالك بقى الفيديو اللي هو المفروض يكون انتشاره ابطا اللي نزل لوسام ونازل تقريبا دلوقتي بقاله اسبوعين او 3 اسابيع، لك ان تتخيل ان هو وصل كام؟ وسام ابو علي الفيديو بتاعه اول لما نزل في ظرف 48 ساعه كان 3 مليون مشاهده، ودلوقتي قرب من ال 6 مليون مشاهده على ميديا النادي الاهلي. شعبيه دي ولا مش شعبيه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اين شعبيتكم يا جماعه؟ انا لا اراها. تعالى بقى قبل ما نروح لجديد موسم انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري والمفاجآت اللي بتحصل على مدار الساعات القادمه ان شاء الله، تعالوا نروح لاغرب نظام اداره في مصر يا جماعه، الاداره بتشرك الجماهير بتاعهم في اتخاذ القرار. النهارده نادي الزمالك بيرد على ملف جدل جماهيري جدا عمله على مدار الساعات اللي فاتت، وهو مترجم جوزيه جوميز داخل نادي الزمالك. جوزيه جوميز يا جماعه المفروض في الجهاز بتاعه تم تعيين مترجم بيترجم من البرتغاليه للعربيه، فالطبيعي ان هم يختاروا واحد عنده خبره في المجال ده. تعاقدوا مع مين بقى وقتها؟ مع محمد مدني او المشهور بتيتو اللي كان موجود في النادي الاهلي قبل كده، مع ريكاردو سواريش كان موجود مع منتخب مصر مع روي فيتوريا. والمعلومه بقى اللي البعض ممكن ما يكونش يعرفها، كان موجود مع جوزيه جوميز نفسه في الجهاز بتاعه اللي كان موجود في نادي التعاون وقت ما كان موجود في الدوري السعودي. الراجل متقبله وعايزه وشايف ان هو ده واحد من الجهاز بتاعه ولازم يكون موجود. فجاه جمهور نادي الزمالك طلع على السوشيال ميديا بحملات يا جماعه عدم وجود مدني داخل نادي الزمالك الفتره اللي جايه. الله، ليه يا جماعه؟ قال لك الله ده كان موجود مع ريكاردو سواريش، ده اهلاوي يا جماعه، ده هيبقى خاين وعميل داخل الفريق. يا سبحان الله، قمه التناقض اللي ممكن نشوفه من نفس المشجع لنفس النادي يا جماعه. يعني مشجع نادي الزمالك اللي طبل لصفقات نادي الزمالك الفتره اللي فاتت لانها كانت من الاهلي، وخطفنا يا جماعه لعيبه من لعيبه النادي الاهلي، لعيبه اصلا ماشيه بقى لها 10 12 سنه. هو نفس المشجع اللي طبل لاختيار جوزيه جوميز باعتباره مدرب كان المفروض هيجي للنادي الاهلي وهو اللي اعتذر، فهم جابوا المشطشط اللي المفروض يضايق الجمهور النادي الاهلي لما تعاقدوا مع مدرب رفض ان هو يجي للنادي الاهلي، ده على حد تعبيرهم. يا سبحان الله، هم نفس الجمهور يا جماعه بيرفضوا دلوقتي محمد مدني باعتباره ان هو اهلاوي. جميل في الموضوع وايه اللي حصل بقى بعدها؟ اداره نادي الزمالك تراجعت مؤقتا عن ان هي تعلن رسميا ان الراجل مش موجود في الجهاز المعاون، لان دي مشكله، وجوزيه جوميز اعلن لاداره نادي الزمالك انه مش عايز اي مترجمين تانيين. فاداره نادي الزمالك عشان تمتص غضب جمهور النادي قال لك والله بص، هو الملف ده ان شاء الله نجتمع فيه الاسبوع اللي جاي لغايه اما نقرر، هنشوف ايه اللي هيحصل. ولغايه دلوقتي المترجم بتاع جوزيه جوميز موجود معاه، وبعد اذن الساده المديرين المشجعين يعني ناجل الموضوع ده نتكلم فيه الاسبوع اللي جاي. كابتن ليبو الله يا لبيب، مدير النادي الاكثر رقيا في مصر، مش كفايه قوه شخصيه بقى؟ تعال بقى نروح للجزء الاخير الخاص بصفقات وشائعات انتقالات النادي الاهلي والدوري المصري. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه، كل ما بتتفاعل كل ما بيوصلك الاشعارات بتاعت الحلقات الجديده. وخبرين مفاجئين يا جماعه، خد اول خبر وخليه عندك واركنه كده، هنحتاجه خلال الفتره اللي جايه، وهي ظهور اخبار خلال الساعات اللي فاتت ان محمود علاء وقع مع نادي بيراميدز. حد يقول لي وقع ازاي يا دول؟ مش المفروض سوق الانتقالات عندنا المفروض اتقفل؟ لا، ما هو محمود علاء دلوقتي في الفتره الغير محميه من عقده مع نادي الزمالك يا جماعه، ويحق للاعب ان هو يوقع لاي نادي على انه ينتقل ليه الصيف اللي جاي، صيف 2024. طبعا يعني جمهور نادي الزمالك كان اصلا بيبص لمحمود علاء ان هو ممكن يعوض الونش، فضربه قويه جدا من محمود علاء اللي رغم انه طلع ونفى خلال الساعات اللي فاتت ان هو ممكن يكون وقع، لكن في نفس الوقت محدش يقدر ينفي ان محمود علاء اللي الاخبار طلعت وقالت ان هو وقع ان هو ممكن ما يكونش وقع. ليه الكلام ده حصل بقى يا جماعه؟ والمعلومات المؤكده بالنسبه لي، نادي بيراميدز لغايه دلوقتي مش قادر يجدد مع اسامه جلال المدافع اللي بقى لهم دلوقتي حوالي 7 أو 8 شهور بيحاولوا ان هم يخاطبوه عشان يجددوا معاه، دخلوه في قائمه منتخب مصر بالامر المباشر عشان يقنعوه ان انت مع نادي بيراميدز برضو مفيش مانع ان انت تكون لاعب دولي، واحنا نادي بيدور على الالقاب والانجازات. لكن المفاجاه ان اسامه جلال ما وقعش لغايه دلوقتي عقده الجديد مع نادي بيراميدز يا جماعه. فنادي بيراميدز مع علي جبر اللي هو اصلا هيتم 35 خلال كام شهر، واللي عقده اصلا هينتهي في شهر 6 2024، والمدير الفني طلب التعاقد مع مدافع جديد، فما كان من اداره نادي بيراميدز غير التعاقد مع محمود علاء عشان اسامه جلال بنسبه كبيره جدا لو تمسك بموقفه ان شاء الله يكون موجود مع النادي الاهلي في سوق الانتقالات المقبل. خد بقى المفاجاه الجديده دي اللي هنختم بيها الحلقه يا جماعه. طبعا كلنا عارفين وزي ما قلت لكم خلال الفتره اللي فاتت بيرسي تاو لغايه دلوقتي ما جددش عقده مع النادي الاهلي. بيرسي تاو على ترانسفير ماركت معلومات العقد بتاعه بينتهي في شهر 6 2024. الراجل اتكلم ان هو مكمل العقد بتاعه عادي مفيش مشاكل، لكن ما اتكلمش ابدا عن موضوع التجديد. لغايه دلوقتي النادي الاهلي لسه بيستطلع رؤيه بيرسي تاو هل هيجدد ولا لا، لكن ده ما يمنعش ان هو ابتدى يدور على خليفه ليه من دلوقتي عشان يعمل حسابه على كل الملفات اللي ممكن تكون مطروحه مع قرار تاو سواء بالتجديد او رحيله عن النادي الاهلي في سوق الانتقالات القادم.
على طاوله ترشيحات مارسيل كولر في الوقت الحالي من اداره السكاوتنج في النادي الاهلي مين؟ نجم الشامي، نجم منتخب الاردن اللي صعد معاهم لنهائي كاس اسيا، يزن النعيمات، اللاعب صاحب ال 24 سنه، اللاعب اللي مكسر الدنيا في كاس اسيا يا جماعه، مش كده بس، ده مكسر الدنيا مع نادي كمان في الدوري القطري نادي الاهلي القطري. اللاعب لعب معاهم خلال الموسم ده 10 مباريات، مساهم لغايه دلوقتي 10 اسهامات، مسجل 6 اهداف وصانع 4 اهداف. اللاعب عقده هينتهي في شهر 6 2024، يعني النادي الاهلي يا جماعه يقدر يتفق معاه من دلوقتي او يوقع معاه من دلوقتي الانتقال ليه مجانا في شهر 6 2024. لاعب جوكر، لاعب يجيد اللعب سواء على الجناح اليمين او الجناح الشمال، لاعب كمان مهاجم، لاعب اللي اتفرج عليه في كاس اسيا هيعرف انه لو جه للنادي الاهلي هيكون اضافه مهمه وقويه جدا. كل ده متوقف على موقف بيرسي تاو، اللي طبعا مفيش حد يخفى عنه ان بيرسي تاو واحد من اهم اوراق مارسيل كولر. ايه اللي هيحصل في الملف ده هنتابع وهنشوف وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا. نشوفكم على خير في حلقه جديده بكره بامر الله تعالى. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.